بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جبت لكم وصفه من واحد من احلى الشيفات اللي بتعملوا الممبار. هو شغال في مطعم مشهور، بس معلش مش هقدر اقول اسم المطعم. فقال لي بقى على الوصفه وعلى التكات اللي بيعملوها عشان خاطر الممبار بتاعهم يطلع تحفه زي ما بتاكلوه كده او بتشتروه. الطريقه سهله جدا، بس تابعوا للاخر عشان هي في شويه تكات كده بتتعمل. لو عملناها هيطلع الممبار ويظبط معانا كويس جدا. اول حاجه بنحتاج بصل كتير. يعني بناخد مثلا حوالي نص كيلو بصل على 2 كيلو ممبار. دي حاجه من التكات برضو. بناخد البصل ده بتاعنا بنفرمه او بنقطعه، بيبقى كميه كبيره زي ما انتم شايفين كده. بضرب بقى طماطم معاها قرن فلفل، يا فلفل حار يا اما فلفل رومي على حسب طبعا ما بتحبوا. باجي باخد معلقه زبده. هما بصراحه ما بيحطوش زبده، بيحطوا زيت بس انا طبعا دي حاجه معموله في البيت يعني. واحط نص كميه البصل، مش هاخد البصل كله، هحط نص كميه البصل واسيب البصل لغايه ما يتحمر. بعد كده نص الكميه التاني بحط عليه معلقه كبيره من بهارات المحشي، بتتجاب من عند العطار، وكمون وفلفل اسود وكزبره ناشفه. دي التوابل بتاعتي. وبعد كده بضيف بقى الملح، وبضيف برضو دي من عندي انا معلقه سمنه بلدي. هما برضو بيحطوا زيت، انتوا اللي يريحكم، بس زي ما قلت لكم دي حاجه معموله في البيت وانا بحب اطعمها اكتر يعني. بقلب بقى الخليط ده وبحط عليه كمان شويه شطه زيت. عارفين شطه الزيت بتاعه الكشري؟ انا كنت عاملاها لكم في الفيديو بتاع الكشري، اللي مش عارفها يتفرج عليها ويشوفها. بعد كده بقى البصل بيحمر، ببقى عايزاه لونه ذهبي كده، ما خلوش ابيض. وبجيب بحط عليه معلقه من الصلصه اللي هي معجون الطماطم، وافضل اقلبها لغايه ما تنشف. والطريقه دي علشان خاطر الصلصه بيبقى فيها مواد حافظه، فبتخليها مززه شويه كده، فلما بنقلبها على النار المواد الحافظه دي بتطير والصلصه بيبقى طعمها حلو. بضيف بقى ملح وسكر، وبضيف عصير الطماطم اللي ضربناه، واسيبها تتسبك. على ما تتسبك بفرم الخضره بتاعتي اللي هي شبت وكزبره وبقدونس، بس بكتر في الشبت شويه عشان يدينا ريحة حلوة للممبار، واخلطه مع البصل اللي عليه التوابل. بجيب الرز انا ما بغسلوش بخليه ناشف، خاصة لو انا مثلا هعمل ممبار من بالليل. بحط الرز زي ما هو كده، ما بغسلوش عشان ما يعجنش مني وانا بسويه. بقلب بقى خلطة البصل والخضرة على الرز. بقلبها كويس لغاية ما بتبقى كده، وبضيف عليها التسبيكة اللي هي بتاعت الطماطم. اهم حاجه طبعا بنقلب كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وما نحشيش الممبار وهي سخنه، يعني نستنى لما تبرد شويه وبعد كده نحشي الممبار. بعد كده بجيب بقى الممبار، انا كنت قلباه على الناحيه الناعمه دي من بره، الله اكبر الله أكبر. الناحيه الناعمه دي من بره والخشة من جوه برجع اعكسه، بخلي الناحيه اللي هي فيها الدهون هي اللي من بره بالطريقه دي، والناحيه الناعمه هي اللي من جوه. وهقول لكم ليه دلوقتي عملت كده. بجيب بقى الخلطه بتاعتي واحط بقى المكونات اللي هي بتاعت المطاعم اللي بيعملوها. بحط طماطم مقطعه نيه مش متسبكه، وبحط بصل متقطع برضو، وبحط فلفل حار او رومي على حسب ما انتوا حابين، وبحط كمان بقلبهم طبعا مع بعض كويس قوي. وبعد كده بقى بحط المكون اللي بيخلي الممبار فعلا في حتة تانية خالص، وهو النعناع الناشف. نحط معلقة كبيرة من النعناع الناشف، معلقة كبيرة من النعناع الناشف، وابتدي بقى احشي الممبار. طيب انا ليه عملت الممبار خليت الناحية الناعمة دي هي اللي من جوه؟ علشان خاطر اولا يسهل الحشو، زي ما احنا شايفين بيبقى الحشو اسهل وسريع. تاني حاجة الدهون اللي من بره دي انا عايزاها تنزل في المية، ما تنزلش في الرز. احنا مش ناقصين طبعا كوليسترول وكده، فبننزلها في المية ما بننزلهاش في الرز. باجي بقى احط المنكهات بتاعتي، بحط بصل وطماطم وفلفل وحبهان وورق لورا، بكتر الحبهان شوية. وببتدي بقى احط الممبار بتاعي زي ما احنا شايفين، كل الدهون اللي من بره دي هتنزل في المية بتاعت السلق. وبعد ما تنزل في مية السلق، لما بشيل الممبار بستنى لما تبرد المية دي، بتعملي زي طبقة دهون كده، ما نرميهاش بقى في الحوض، نجمعها، الطبقة بتبقى طبقة صلبة كده ونحطها في كيس ونرميها في الزبالة عشان ما تسدلناش الحوض بتاعنا. بصوا مجرد ما حطيت الممبار في المية طبعا قفل. وهنا خلاص بقى استوى. بصوا كمية الدهون اللي نزلت اصلا من الممبار قد ايه، يعني بصوا كل دي دهون كانت هتنزل في الرز، طبعا حاجة مش صحية بالمرة.
كده خلاص الممبار بقى اتحشى، استوى سوري. وبعد كده بقى ببتدي احمره. طبعا قبل ما بحمره بشيل من عليه الرز وبشيل من عليه اي حاجه عشان ما يفرقعش في وشنا ويتحرق ويبقى طعمه مش حلو. برش عليه بقى شويه ملح وشويه فلفل بعد ما بيخرج كده، شويه كمون. بيديني بقى طعم تحفه بجد. جربوا الطريقه دي، عمركم ما هتعملوا الممبار غير بيها. يا رب اكون قدرت افيدكم، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه عشان ان شاء الله هنعمل وصفات حلوه كتير، واجيب لكم كل الاسرار بتاعه الوصفات اللي بتتعمل في المطاعم. فما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واشوفكم على خير ان شاء الله.